اديو قوم ديثت بغداد إخوة عم خا كثاوة خاثة دت كاثوة سامر الياس سعيد إلى توثيق ويدا مرحلة تاريخية مهمة دت مديثة موصل مقم ثيث داعش يعني وفترة داعش ودخ كله ناشط منطقة موصل سراي بلطلو من هذه مديثة تلقاها قمثة قوة شعيثة من بلدة نينوى بابل مديثة نينوى الليلة بشتد لناش سراي إلا بآذي عدانا داعش وبرشايد قو 3004 وأديو أسرب حزيراني لأديو اللي خارت كمريلة سقوط نينوى بالحقيقة لأنه ننوى إيوة شبرت بي في سفساء علمتي وقاوة من سوراي من عرباي من قرداي من يزيداي حتى قماي من يهوداي تعيشي وأمن علثت باشمت لتد نيخة هذه مديثة ببياشيلة وكله أني رحيق منا ولغزيلا أخت من بيوني القوكثاوة لغزيلا من جيبت سلطانة خا إجراء خا بالخانة طالت خاطر معالجة أن مشاكلتي وبري بي علمة ولا خا أورخا خثة سنتة تم عذرنت سوراي تتهايا أبو داري وخرتا قالت مديثة نينوى تهايا أبو خاقة خرتا مطري والو بالخنانو وخايو كل شو لانو شو يقولوا قليطيلو من مديثة نينوى وهل ده بسباريلو ما بتباري من شخلابة ما بتباري من سنادة تتهاويلو أنوش هاوي أبو داري اللي مديثة أي ناشط إيرالو طالت مديثة نينوى إلو خمنيانا كبيرة زعورة دموصل يعني خمنيانا الكبيرة زعورة صورا إلى دولتها تبخى أرخى خثة بهلخة تهاوب معالجة أي مشكلة بسبب أي مشكلة كذيلة ميلة دخيب أودخ معالجة أي مشكلة من ودال المعالجة أي مشكلة أنا خشون أي علمة إن كل لك دار بس خمنيانا بتهاوب دار المديثة سبعة مديثة أو هاثنيلة مديثة أصليثة ذي التشعي ثنيلة كلن كيبو خلاك كلن كيبو عايشوا جو أثرا جو مثواثا جو شوبانا لا هاوخ مخغرباء جو أثرواثا خنة سامر الياس سعيد من لا يعرف عنه أو يعرف عنه القليل مواليد الموصل 1974 إعلاني وكاتب ومعلم لغة سريانية دبلوم تقنيات ميكانيكي عضو نقابة الصحفيين المركز العام وعضو نقابة المعلمين العراقيين وعضو اتحاد العراقي للصحافة الرياضية مدير مكتب جريدة الزمان في الموصل ومدير تحرير مجلة سبورت رياضية محضر في موقع عنكاوة له المئات من المقالات والبحوث والدراسات التاريخية وفي اللغة السريانية ومشارك في العديد من المؤتمرات وآخرها مؤتمر اللغة السريانية الذي عقده اتحاد الأدباء والكتاب السريان في القاهرة. من مؤلفاته كتاب قمة أعطاء الموصل 2007 عندما توقف الزمن الموصل 2011 العمق التاريخي للمسيحية في الموصل بغداد 2014 حكايات لبدتها الغيوم دهوك 2015 ملامح وقضايا في الإعلام السرياني دهوك 2017 كنائس الموصل دهوك 2018 الحجارة الناطقة دهوك 2019 روح أخرى للبطريرك رواية دمشق 21 مارا حزامة دهوك 22 وسنديانة العطاء دهوك 22 يوميات وآخرها يوميات عراقي في بلاد الأرز الموصل 24. شكرا لحضوركم حفل توقيع هذا الكتاب اللي يحمل الرقم 16 بتسلسل الكتب اللي أصدرتها، وشكري واحترامي للأستاذ الأديب والشاعر أستاذ نمرود قاشة. قبل ما أجيبك على سؤال حول فكرة الكتاب وكيف تبلورت، أود أنه أذكر أنه اختياري تاريخ توقيع الكتاب
ما كان عفويا بل كان متعمدا. نعم. يعني أنا أحمل كثير من الأفكار والهواجس تجاه تاريخ 10 حزيران 2014 وذكرتها في متن كتاب، إضافة إلى ذكري لهذه الحوادث اللي أصبحت بمثابة هاجس يعانيه مسيحيو الموصل بشكل خاص والموصليين بشكل عام، في كتاب أصدرته عام 2015 حمل عنوان حكايات لبتته الغيوم، وصدر عن المركز الثقافي الآشوري في ذلك الوقت. طبعا فكرة الكتاب كانت بمثابة رسالة مهمة وددت أنه أمررها حول استهداف المسيحيين خلال فترة عام تقريبا، بدت من بعد سقوط نظام صدام عام 2003 واستمرت، وكان الفاعل مجهول. يعني مع الأسف دائما هناك من يتهم جهة على حساب أخرى وهناك اتهامات، لكن الضحية كانت دائما هي نحن المسيحيين اللي دفعنا ثمن تركنا لمدينة الموصل وتركنا تاريخنا العريق الموظل في الزمن في هذه المدينة التاريخية. إضافة إلى أنه فكرة أخرى وددت أنه أطرحها، أنه هنالك الكثير من الأصوات اللي تسأل لماذا لا تعودون إلى الموصل، لكن في هذا الكتاب هناك إجابة محددة عن ما أريد أن أقدمه من جواب محدد حول عودة المسيحيين لمدينة الموصل، وأعتقد أنه الإجابة ستكون واضحة للكثيرين ممن سيطالعون الكتاب حول عودة المسيحيين من عدمه. أستاذ سامر، في خاتمة هذا الكتاب تقول: استنبطنا أن الجنات لم يتمكن القانون من إبرازهم، وقد أرادوا بسخ ماضي المسيحيين وحاضرهم ومستقبلهم. الجنات يا أستاذ، وخلال هذه الفترة من 2003 لحد الآن كل ما حدث في العراق من قتل وتفجير وتوقيخ واغتيال كان القانون عاجز عن تحديد هويته، وبالتالي القصاص منهم وآخرها ما نستذكره اليوم من سقوط الموصل. شكلت لجنة على أعلى مستويات، لجنة من البرلمان العراقي، وعندما انتهت اللجنة من أعمالها تم الاحتفاظ بالأوراق. هذا الكتاب هل يقدم جديد، وخاصة كاتب به أسرار وحقائق؟ هل هناك جديد مما جاء في خاتمة الكتاب؟ نعم بالطبع، هناك أسرار وحقائق وجدتها مبثوثة بين سطور التقارير والوثائق اللي كانت تنشر في تلك الفترة. يعني من نقرأ عن التقارير اللي كانت تتحدث عن استهداف المسيحيين كنا نلمس هناك أنه جهة تتهم أخرى وجهة تتملص عن مسؤولياتها في ذلك الفترة. لكن ما وجدته وذكرته في الكتاب أنه هناك من كان قائما على إدارة المحافظة ولم يدرك حقيقة هذا المكون ولم يدرك عمق هذا المكون، حيث ذكرت في سياق المقدمة تصريح لمحافظ نينوى الذي كان يتولى المحافظة حينما أدرك أن المطارنة ورجال الدين يمتلكون من الحكمة ما كان اكتشافه متأخرا، إضافة إلى اعترافه في مذكراته التي صدرت تحت عنوان وسقطت الموصل بأنه أراد أن تكون وجهته القادمة بعد مدينة الموصل أثر السقوط في قضاء الحمدانية في مركز الحمدانية، لكن أهاليها رفضوا هذا الأمر واستدعى أن ينتقل إلى وجهة أخرى. لذلك عرفوا كيف أن أبناء هذه المدينة أنه يتركون بصمتهم في مسلسل أو ملف الأحداث المتوالية التي كانت ذروتها في أشهر حزيران وآب حينما كان النزوح الكبير من هذه المدينة. أبرز ما تضمنه هذا الكتاب أستاذ سامر، يعني الفقرات اللي تتضمنها، قلت المقدمة وبعدين الشغلات. ارتكز الكتاب أولا على الأحداث اللي طالت مسيحيين موصل من عام 2003
الأمر اللي لمستونه من عام 2003 و2004 أنه ما كنا نملك إعلام متخصص يوثق أعداد اللي سقطوا بشكل واضح وبشكل جلي. اعتمدت على كتاب أصدرته بعض المنظمات وبعض المؤسسات، لكن ذكرت كثير من الأخطاء فيما يتعلق بالذين سقطوا في تلك الحقبة من عام 2003 ومن عام 2004. كثير من الأخطاء اللي طالت أنه الحرب اللي انتهت بإسقاط النظام كانت في 20 آذار، لكن هناك شهداء من أبناء شعبنا سبقوا هذا التاريخ، فهناك بعض المغالطات. لذلك اعتمدت على التقارير اللي أيضا كنت أعمل عليها لبعض الوكالات اللي بدأت من عام 2005 وصعودا إلى عام 2014 في إبراز أعداد الذين سقطوا في تلك الفترة، إضافة إلى الأساليب اللي كانت عليها عمليات استهداف، إضافة إلى الأخبار اللي تعلقت باختطاف بعض المسيحيين، إضافة إلى الأصداء وردود الأفعال اللي وجدتها في وسائل الإعلام تجاه تلك الأحداث، إضافة إلى الفصل الثاني اللي ناقش دخول داعش إلى المدينة في عام 2014، ووثقت كيف أنه انتقلنا كعائلة من مدينة الموصل إلى قضاء الحمدانية، ورؤيتي لعلم داعش أول مرة في أحد مناطق الموصل قبل أن ننتقل إلى الحمدانية مؤقتا، وعودتنا حتى نزوحنا النهائي في 2014 في تموز حينما أفرغت المدينة من المسيحية، إضافة إلى الفصل الثالث اللي كان عبارة عن رؤية تحليلية للأخبار اللي تناولت استهداف المسيحيين في تلك الفترة. أستاذ سامر، أنت ابن الموصل وعشت ظروف المدينة من 2003 لحد 2014 عند دخول داعش وغادرتها إلى مدينة دوق أعتقد. خلال هذه الفترة 2003 كانت نوعا ما هادئة العناصر الإرهابية، و2004 كذلك ما كان تأثيرها قوي، بس بدأ بال 2005 أصبحت عناصر داعش أو ما كانت تسمى بالدولة الإسلامية هي التي مسيطرة أمنيا على المعبرة. بالطبع، يعني أنت ذكرت 2005 هي كانت البداية، لكن أعود وأنوه أنه بداية العمق الإرهابي اللي كان في مدينة موصل كان في عام 2004. يعني أكثر حادث تلامس مع إمرار أو تمرير رسالة أخرجوا من المدينة أيها المسيحيون كان في 1 آب من عام 2004، حينما استهدفت هجمة منظمة كنائس في مدينة الموصل إضافة إلى كنائس بغداد في يوم واحد. يعني حتى كان مقترن بيوم الشهيد الآشوري في 7 آب 2004. توظف هذا الحدث في مثل هذا التاريخ. في 1 آب استهدفت كنيسة ماركولوس الكائنة في منطقة حي المهندسين بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، وذهب ضحيتها سيارة مفخخة الكثير من المصلين في يوم الأحد اللي كان موافق ذلك التاريخ بالتحديد. إضافة إلى أنه عام 2003 كان هادئ نسبيا بعد السقوط وبعد ترتيب الأوراق وبعد إعادة الحياة اليومية إلى وضعها الطبيعي، لكن كانت هناك استقطاب للكثير من العاملين ضمن المعسكر الأمريكي أو مع القوات الأمريكية. فللأسف أنه هناك الكثير من المسيحيين اللي انتموا لذلك الدعوات العمل، لكن فيما بعد ذهبوا ضحية هذا العمل حينما انتشرت أو تمددت العناصر الإرهابية اللي منعت مثل هذا العمل في تلك المعسكرات بحجة التآمر، بحجة العمل مع المحتل، ومررت أقراص ليزرية تصور اختطاف بعض العاملين في تلك المعسكرات وعملية ذبحهم وعملية اغتيالهم بطرق بشعة حتى تكون رسالة للآخرين بعدم العمل مع هؤلاء. أستاذ سامر، بعد 2017 بعد التحرير، هل لا زال الفكر السلفي الإرهابي موجود في، يعني مثل ما كان قبل، مثل ما كان ب 2014 مثلا؟
اليوم عندما نزور مدينة الموصل نلمس هناك بعض الأقاويل اللي تنتشر بين عامة الشعب أنه حينما ذهب المسيحيون ذهبت البركة ذهب الخير، لكن أعتقد أنه هي محددة بأشخاص مثل ما كانت مرهونة بأشخاص من أهالي الموصل، يعني محددة. لكن ما يؤلمنا أنه يعني التاريخ المسيحي في المدينة بدأ على شفا هاوية أو شفا الانسلاخ عن هذا التاريخ الموغل بالقدم. يعني بدينا نشوف كثير من المظاهر اللي تخلينا نلمس أنه المسيحية في تلاشي في هذه المدينة من خلال عدم الاهتمام بالكنائس، عدم الاهتمام بحرمة الكنائس، عدم بقاء الكنائس مرهونة بما كانت عليه أثر عمليات التحرير. هناك كنائس تحولت إلى غير مضامينها ودلائلها، مما يجعلنا نشعر بالحسرة إذا التاريخ اللي كان يتمتع به المسيحي في مدينة الموصل في مثل خلال الحواضر اللي كانت تمثله أو الهوية اللي كان يمتلكها في تلك الفترات. هل تعتقد بأن مسيحيين الموصل سينحصرون بعد كذا سنة مثل ما صار في البصرة، بغداد، عمارة ومدن أخرى عراقية كانت بها كثير من عوائل الموصل؟ فهل تتوقع هي الموصل آخر محطة لبقاء المسيحية في العراق؟ أعتقد أنه ما دام بقاء أمر المسيح الموصلي في طي الغموض، في طي أي شيء يعني نلمسه في غياب أي معالجات لأوضاعه، بقاؤه مهجر ونازح في مناطق مختلفة، مشتت في مدن أخرى غير مدينته، سيبقى هذا الانحسار مرهون يعني وباقي على مدى سنين حتى يتصفى كل ما يملك المسيحي في وجوده في مدينة الموصل ويختار وجهات أخرى غير المدينة. يعني الآن بدأت دعوات على مستوى محافظ، مثلا محافظ بأنه مستعد أن يسوي مجمع خاص للمسيحيين في منطقة مارغورغيس، أعتقد مو؟ نعم، هذه الدعوة اللي صدمت أيضا بمعارضة من أصحاب الشأن، من رجال الدين في الرهبنة الهرمزدية اللي هي تتملى مقاليد امتلاك الأراضي الشاسعة قرب دير مارغورغيس، وهي الكفيل اللي تكون هي اللي توزع هذه الأراضي أو غيرها من الأراضي تكون هي المسيطرة عليها. لكن الحكومة وضعت يد على هذه الأراضي وباتت أيضا مشروع للإعلام فقط. يعني أنا استغرب أنه اهتمام مدينة الموصل بمسيحيي الخارج أكثر من مسيحيي الداخل من أبناء المدينة اللي لم يوضع لهم حل، سواء بالعودة، سواء بتسيير أمورهم، بتسهيل شؤونهم خلال السنوات اللي قاربت على عقد أو ما يزيد، من خلال استذكارنا للذكرى 11 على سقوط مدينة الموصل في هذا اليوم بالتحديد. يعني الأراضي اللي منحتها المحافظة لمسيحيي الموصل هي أراضي مسيحية مغتصبة. والكتاب أيضا هو رد أيضا. يعني أنا من أذكر أنه استهدف مثلا على سبيل المثال شخص مسيحي في ذلك اليوم، في ذلك التاريخ، من العوامل اللي استطاع توثيقها من عام 2003. هناك عوائل تركت الأخضر واليابس مثل ما يقولون، قفلت الباب وذهبت في وجهات مختلفة، سواء في أماكن النزوح المؤقت في قرقوش أو في غير مدن، من قبل أنه تشد رحالة إلى مدن استيطان الاستقرار الكامل، سواء في أوروبا أو في سوريا أو في غيرها من المدن الأخرى، في المدن اللي لجأنا إليها.
ذكرت اليوم التواجد في مركز قضاء بغديدة الحمدانية لغرض توقيع كتابي جديد اللي يحمل عنوان أسرار وحقائق استهداف مسيحي الموصل من عام 2003 لغاية 2014 بشكل متعمد ومقصود. كون مركز قضاء الحمدانية أو بغديدة بشكل دقيق هي كانت أحد مناطق استقطاب النازحين واللاجئين من مدينة الموصل أبان الأحداث السوداء التي استهدفتهم. كانت الحاضنة وكانت المدينة التي فتحت ذراعيها لاستقبال مئات من أبناء شعبنا في مدينة الموصل من المسيحيين، كانت تستقطبهم وكانت تأويهم بعد سنوات الاستهداف المريرة التي عاشوها. إضافة لاختياري لتاريخ 10 من حزيران كونه كان يوم سقوط المدينة، وكان يحمل كثير من الهواجس والمرارات التي عاشها سواء المسيحيين سواء أهالي المدينة بعد سيطرة تنظيم داعش على المدينة بشكل عام. إضافة إلى أن الكتاب هو كتاب توثيقي تاريخي يحمل في طياته عبر فصله الأول الكثير من الأحداث التي مر بها مسيحيو الموصل من عام 2003، حيث استهدفوا الكنائس. بالتحديد كانت أول عمليات استهداف في الأول من آب عام 2004 باستهداف كنيسة تقع في منطقة المهندسين بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، وتوالت بعدها عمليات الخطف وعمليات القتل وعمليات استهداف الحواضر المسيحية، حتى مررنا بالأسوأ. في الفصل الثاني ذكرت دخول تنظيم داعش للمدينة وسيطرته. في الفصل الثالث قدمت رؤية تحليلية وإعلامية لما حدث خلال تلك الأعوام، وأبرزت حاجة المسيحيين لكثير من المتطلبات مما يؤمن عودتهم واندماجهم من جديد في مجتمع مدينة الموصل.